ونتابع تصريحات لبعض الشخصيات التي وشحها جلالة الملك بأوسمة. انا فرحان بزاف بالتوشيح ديال صاحب الجلاله الله ينصرو اللي بهذه التيفات هذه، اللي انا متبع الرياضه ديالنا وكيدعم الشباب وكيدعم الابطال، وانا فرحان بهذا التوشيح هذا اللي هو انجاز بالنسبه لي، وانا فرحان بزاف، وان شاء الله كنوعد المغاربه من هنا لقدام ان شاء الله الاستحقاقات الجايه نكون في المستوى. كنهدي الوسام جميع الرياضيين والوالده الله يرحمها والوالد اللي كانوا جنبي كل السنوات كلهم، وكنبغي نشكر تاهما الجامعه الملكيه للتنس والبريزيدون سي فيصل العريشي. التوشيح ديالنا من طرف جلاله الملك الله ينصرو هو بمثابه الدفعه باش غادي نزيدوا نخدموا باش نزيدوا نجيبوا الميداليات للمغرب ونشرفوا بلادنا في الملتقيات الدوليه. يعني فهو بالنسبه لرياضه الكاراتيه سورتو في هذا الوقت هذا 2016 اكتوبر 2016 عندنا الشامبيون دو موند كيعطينا الشحنه باش نخدموا، والكاراتيه دابا ولا رياضه اولمبيه في 2020 في طوكيو غادي نكونوا حاضرين ما بين الرياضات اللي غادي تكون في الاولمبيات. يعني فهذا كيعطينا الشحنه باش نخدموا باش نجيبوا ميداليه اولمبيه ان شاء الله، وتكون اول ميداليه ديال الكاراتيه في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله يا ربي. هو حصل لي واحد الشرف كبير اني توشحت من جلاله الملك سيدنا الله ينصرو، بصفتي كبطل العالم لسنه 2015 في اندونيسيا، وان شاء الله غيكون المزيد من الالقاب والمزيد من الميداليات، وكنقول للمغاربه ينتظروا ميداليات ونتائج مشرفه في الالعاب الاولمبيه القادمه اللي غتكون في طوكيو اللي تقبل الكاراتيه كرياضه اللي تلعب ضمنها. جيت فرحانه بهذا الاحتفال وكنشكر سيدنا على هذا الاستقبال اللي استقبلني، وانا جيت فرحانه وكنشكروا بزاف. اخيرا شي حاجه اللي تفرح اللي يكون عندها قيمه هذا النهار هذا وبهذا التكريم هذا. الجو فيه الفرحه عارمه. هذه مرحله مفصليه بالنسبه لحياتي كمواطن مغربي اولا، ثم كمحترف لمهنه فيها التواصل وفيها خطاب مع المجتمع المدني، وهذا اعتراف كيعطيني واحد قدره كبيره باش نواجهوا ان شاء الله مستقبل باشياء جديده، والله ينصر سيدنا. جو سوي تري اونوري بان جيت و جو رونكونتري الملك سيدنا، وهو تبارك الله عليه il encourage بزاف الفن والسبور، و سي جينيال بور لا جونيس اي بور لو ماروك. فرحانه وما قدرش نلقى الكلام يعني باش نعبر على الامتنان ديالي والشكر ديالي العميق والشرف العظيم يعني اللي هو بهذه الميداليه. والله ينصر سيدنا، وتنعتبر هذه الهديه ماشي غير ليا انا، تنعتبرها للفن والثقافه، لتنويه الفن والثقافه في بلادنا. هو في الحقيقه ما يمكن الانسان ما خطا يعتز بهذه اللحظه تاريخيا، لانه مناسبه فيها اعتبار، فيها التفاته مولويه. هذه الالتفاته ما يمكننا نعتبروها مخاطه ياقوته في تاج على رؤوسنا، وهي اللي غادي تعطينا ما يمكن مستقبلا من اجل نعاودوا نعطيو الابداع ونعطيو ان شاء الله للجمهور داك الشيء اللي تعجبه. فرحانه جدا 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 جدا، ونقول عيد ميلاد سعيد لسيدنا، الله يحفظه الله ينصرو، وللشعب المغربي الكل. الفن ديالي هو فن المقام العربي الأصيل والطرب الأصيل، واختصاصي في الغناء القديم لعبد الحمولي محمد عثمان والقصائد الصوفية. والتوشيح من طرف صاحب الجلالة والتتويج يعني أبعاده كثيرة وكبيرة لا يستطيع الوصف. ما تصوروش الفرحة اللي كاينة، وكل فنان كي يحلم بهذه اللحظة هذه. توشيح من طرف صاحب الجلالة الله ينصرو، الله يحفظه، الله يخلينا ذخر المملكة ديالنا، الله يحفظه لنا، وحنا سعداء والمغاربه كلهم قاطبه سعداء ان عندنا سيدنا الله يحفظه بكل افكاره النيره والحكم ديالو والالتفات للفنان. والتوشيح هذا الانسان لا يستطيع الوصف. لحظه في حياتي انا غتبقى لاصقه في الذهن ديالي. فرحانه بزاف وتشرفت بالوقوف امام جلاله الملك في عيد ميلاده، كنحظاو بهديه، فهذا من كرم ونبل
صاحب الجلاله شكرا ليه، وكنتمنوا دائما نكونوا عند حسن ظنه وفي خدمه الاغنيه والموسيقى المغربيه والثقافه المغربيه وفي حسن ظن وعند حسن ظن المغرب والشعب المغربي. عاش الملك وعاش المغرب دائما ان شاء الله. فرحانه بزاف وكنشكر سيدنا صاحب الجلاله على هذه الالتفاته المولويه الساميه، وكنتمنى ليه طول العمر والصحه. وحنا يعني فرحانين كلنا كفنانين، وكنهديو هذا الوسام للشعب المغربي والفنانين كلهم. وزعما ما نقدرش نوصف لك الفرحه ديالي قداش. الوسام اللي كنعتز به وكيخلينا دائما نستمروا اننا دائما نمثلوا بلادنا احسن تمثيل، وهذا شرف ليا وشرف لعائلتي، وكذلك شرف لكل لي فان ديالي وكل المغاربه، والله يخليه لينا. اليوم يعني شرف كبير لنا انه نكونوا موجودين كل مع الفنانين. هذا يمكن كناخذوا جوائز برا في بلدان اخرى وعالميه، ولكن بالنسبه لي هذه اهم جائزه واهم حاجه في حياتي، لانه هذا حلم بالنسبه لي. هذا شرف لينا وتتويج كنفتخروا به. يعني الكلام دابا مشى لي ما قادش نهضر بزاف، لانه بالنسبه لي كان نوقف قدام جلاله الملك بالنسبه لي يعني شرف كبير، والله ينصر سيدنا. أنا فرحانة بزاف d'avoir reçu la médaille de Sa Majesté Mohamed VI et je suis très contente d'assister à cette cérémonie en l'honneur de Sa Majesté. Et cette médaille, elle m'encourage à poursuivre mes efforts dans mes études à venir. عبرت السيدة ماجدة كرمة والدة الشاب أنس السماري عن امتنانها لجلالة الملك على العناية التي حظي بها ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف جلالته. الطفل ديالي أنس السماري هو طفل ذوي الاحتياجات الخاصة، نال بالعطف ديال صاحب الجلالة الله يحفظه وينصرو ملي كان عند العمر ديالو 6 سنين، وهو اللي بفضل ديالو مشى للديار الكندية واستطاع يواصل دابا الدراسات ديالو رغم الإعاقة اللي عنده. وهذا يعني فضل ما عمرني ما ننساه وخير اللي دار فينا صاحب الجلالة. وفي نفس الوقت ارفع الراس ديال الاشخاص المعاقين، لان دابا الان اي عائله عندها طفل معاق يمكن لها تقول عندي طفل معاق، وهذا ما كانش سنوات. الله يطول عمر سيدنا. العام عنده 21 عام، هذه 15 عام باش مشى. وبمناسبة عيد الشباب تفضلت جلالة الملك